الجاني بسيارة والشيخ سالم بن سويلح الجاني بسيارتين الشيخ ضيف الله بن سبيان الجاني سيارة والشيخ بخيت بن مساعد 4 سيوف زايد بين جائزة نقدية والشيخ ابن الشيخ عويض بن عايد العلمي الجاني بسيارة والشيخ علي سند الجاني بسيارة والاستاذ عبيد حمدان الجاني سيارة والمضمر الذهبي سليم بن مسعود الجاني سيارة والاستاذ محمد حامد محمد الهلي جائزة نقدية والاستاذ إذا انطلق الشوط الرئيسي الخاص بسن الحقائق المسافة 3 كيلومترات. الشوط الرئيسي الشوط المفتوح والسيارة وين بتروح؟ من يتقدم في هذه اللحظات ليبحث عن السيارة مهاجرة مع نواف بن عبد الله الجهني. من ينطلق في هذه اللحظات بينما من قدم في ثاني المراكز يتقدم الشاعر راكان بن حامد العتيبي ليتقدم مع سيطرة لتسيطر على المركز الثاني. بينما من وصلت في ثالث المراكز لتتقدم النسيم سعد بن سليمان الجهني. من ينطلق في ثاني المراكز ثالث المراكز وصلت في هذه اللحظات وصلت النادرة مع سالم بن عوض الجهني وأماني وأهالي محافظة أملج في ميدان الحورة بمحافظة أملج يطالبونك يا ابو عوده بالناموس. بينما من وصلت من غدمت الكيفة ضيف الله بن احمد الجهني يتقدم بشعاره يبحث عن السيارة. بينما من وصلت في المركز الرابع تتقدم شيمة ابراهيم بن علي البلوي في خامس الاسماء وخامس التحديات إلى الصدارة العودة إلى المقدمة. أعود بالصوت والصورة لأرى مهاجرة لأرى أهالي ميدان العرفة بمحافظة الطايف عروس المصايف يتقدم نواف بن عبد الله الجهني يا الشوط الرئيسي الخاص بسن الحقائق يا السيارة. بينما من وصلت النسيم في ثاني المراكز سعد بن سليمان الجهني والغادمة النادرة من النوع النادر يتقدم سالم بن عوض الجهني ووصلت الكيفة لتتقدم بشعار ضيف الله بن احمد الجهني. ومن تاخرت قليلا مهاجره مع نواف بن عبد الله الجهني ووصل في مستوى المركز الرابع وصل ابراهيم بن علي البلوي مع شيمة ولكن أعود كي أرى النادرة بالشوط النادر بالشوط السيارة الكيفة تتقدم تطلب بالسيارة تطلب الناموس. أهالي ميدان الحورة يتقدمون على الصدارة يسيطرون على الصدارة. الكيفة والكيف الناموس الغالي حرك بعوادة سالم بن عوض الجهني مع النادرة والكيفة. اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة اللحظات الحرجة السيارة وابراهيم بن علي البلوي غادم واهالي ميدان الحورة مع الكيفة لكي تكيف
جماهيرها لكي تكيف جماهيرها، تكيف شعارها لتنتزع السيارة. بينما النادرة اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، السيارة الكايفة، السيارة وانتباه، الكايفة وانتباه، انتباه. ولكن لحظات لكي ينتبه مع انتباه ليتقدم سالم بن عوض الجهني. بينما ثاني المراكز الكايفة ضيف الله بن أحمد الجهني. ثالث المراكز وسط شيمة علي إبراهيم بن علي البنوي في ثالثي المراكز. بالتوقيت الزمني 4 دقائق 44 ثانية، 3 أجزاء من الثانية الأخرى. إذا نهني ونبارك لسالم بن عوض الجهني على فوز انتباه وانتزاع السيارة. تهنينا والنموس لكل الفائزين.